عشان أكون معكم صريح، أنا ما توقعتش إنه ريال مدريد يقدم أفضل من هذا الأداء اللي قدمه اليوم، ولكن ما توقعتش إنه يخسر. يعني هذا هو كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، هذا هو ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي. ما توقعنا نشوف الأداء العظيم، الأداء المقنع، ولكن كان يفوز. كنا نشوف فيه شوية حرقة دم، كنا نشوف شوية روح، كنا نشوف شوية حمية على الفريق، وبالأخير يفوز ريال مدريد. ولكن اليوم البرود كان غريب وعجيب جدا جدا، لم نعتد أن نشاهد هذا البرود عند ريال مدريد في الأوقات الأخيرة. شيء مستفز جدا عاشته جماهير ريال مدريد في الأوقات الأخيرة، عندما كانت النتيجة 1-1 نتيجة من الممكن تروح دوري على أرضك وبين جماهيرك، وهذا البرود غريب. هذا بالإضافة لتبديلات كارلو أنشيلوتي الغريبة العجيبة، أداء اللاعبين على أرضية الملعب. معقول يا جماعة فالنسيا بالدقيقة 85 و86 والدقيقة 80 والنتيجة 1-1 يداور ويخرج ويمرر ويروح على اليمين ويروح على الشمال ويضرب من العمق؟ مباراة سيئة جدا 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 لريال مدريد، سواء من كارلو أنشيلوتي اللي ما فيش شيء جديد نتكلم عن كارلو أنشيلوتي، ولكن الغريب اليوم كان أداء اللاعبين على أرضية الملعب. كان في الكثير من البرود واللامبالاة بعد مباراة كان عليها الكثير من علامات الاستفهام أمام ريال سوسيداد، أيضا قبل مباراة أمام أرسنال على مستوى دوري الأبطال. إلى أين يذهب ريال مدريد مع كارلو أنشيلوتي؟ إحنا ما بنعرف. حتى الآن من الممكن ريال مدريد يفوز بالألقاب في نهاية الموسم، ولكن هل تستحق جماهير ريال مدريد أن تشاهد هذا العك الكروي؟ هل تستحق جماهير ريال مدريد أن تشاهد فريقها بهذه الحالة؟ هارد لك مدريد، مبروك فالنسيا، وبعد قليل حلقة إن شاء الله على قناة تكتيكات كرة القدم على اليوتيوب.